السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأحسن حال. أول حاجة كده صلوا على النبي، صلوا على النبي يا بنات صلى الله عليه وسلم، اللي ما صلاش يصلي. أول حاجة انتوا اخواتي كده وحبايبي، وانا مش هخبي عليكم وهقول لكم تقولوا لي ألف مبروك، عشان انا ايه، جبت شفشق خلاط جديد. ما تضحكوش، بتكلم بجد والله، جبت شفشق خلاط جديد. حطوا لي لايك بقى عشان الشفشق الجديد، واكتبوا لي كده تحت وقولوا لي الف مبروك على الشفشق الجديد. تاني حاجه بقى، عاملين تبصوا على البصلايه دي. البصلايه دي كانت كبيره كده بنت ناس كده، وايه عارفين طبعا البصل غلي، والكيلو بقى ب25 جنيه. يعني مش عارفه بصراحه، الحمد لله يا ربي، الحمد لله، الف حمد والف شكر. فدي كانت بصليه كبيره، فمش معقول اخد البصليه الكبيره دي احطها في حاجه واحده، فقسمتها معايا في كذا حاجه. عملت منها الصلصه بتاعه المحشي، وهعمل منها كمان الفراخ. طيب الصلصه دي طبعا حمرت البصل، بشرته الاول وبعدين حمرته بزيت، مش بسمنه يا بنات عشان العرايس الجديده، بزيت. وبعدين حطيت عليه الصلصه، ضربت القوطه في الخلاط وحطيتها ايه، حطيت شفشق قوطه عليه. وبعدين حطيت البقدونس وكزبره وشبت وفلفل اسمر وكمون وكزبره فقط لا غير. عشان المحشي على فكره انا جربته بتوابل كتير قوي، ولقيت ان هو مش قد كده. الطعم الاصلي الاصيل بقى اللي هو بتاع زمان ده، اللي هو ما بيبقاش عليه بهارات كتير بجد. يعني انا الاول جربته بكذا طريقه، البهارات بقى، بهارات المحشي على بهارات مش عارفه ايه، على الكركم على الكاري على الجنزبيل على القرفه على النعناع. جربت بأطعمة كتير كتير كتير، وكل البهارات، ومرة اشيل البهارات دي ومرة احط البهارات دي. الطريقة بقى دي وبغير يعني من وقت للتاني برضه بغير، بس الطريقة دي بقى لي حابة بعمل بيها. اللي هو ايه، اللي هو فلفل اسمر وكمون، وهو بيحب الكمون اكتر كمان اكتر من الفلفل الاسمر، وحبة كزبرة ناشفة، وواحدة ماجي وملح. وطبعا هتبقي مخليه بالك ان الماجي فيها ملح، وانتي هتحطي ملح عشان ما تحطيش بالزياده ويطلع حادق قوي معاكي يا بطيتي، وترجعي بقى تقولي ايه الشيف نجلاء عملت كده. وبعدين بقى لا، يبقى نعمل بقى ايه، ندوق عشان ما نرجعش نقول، ونخلي بالنا ونبقى عارفين ان الماجي اساسا فيها ملح. انا بقول طبعا الكلام ده لمين؟ للبنات اللي هي لسه متجوزه جديد، العرايس الجديده اللي هي لسه ما تعرفش. انما بقى ستات البيوت الامارات العسلات دول طبعا ايه، على دماغي من فوق كده، على راسي والله العظيم، منوريني ومشرفين. وهنا حطيت بابريكا. عايزه اقولك بقى على البابريكا دي فايدتها ايه للعرايس الجديده. طبعا البابريكا دي لو انت جايبه القوطه مصفره كده ومش حمرا قوي، فبيبقى معاكي الخلطه مش محمره، فبتحطي البابريكا دي عشان تحمرها. والاحسن طبعا اللي انت تجيبي صلصه قوطه حمرا، يعني انت هتعملي طبيخ او هتعملي محشي، فده عايز قوطه حمرا. لكن حصل بقى ومفيش قوطه حمرا، فهتحطي البابريكا عشان تعزز معاكي اللون وتخلي الحاجه كده ايه، شكلها حلو ولونها حلو. طبعا عارفين ان عينينا بتشوف الاكل قبل ما ناكله، فلازم طبعا يكون الحاجه شكلها كويسه وكمان طعمه حلو. طيب قلبته كده تقلبتين بقى على النار، حطيت عليه الرز وقلبتهم تقلبتين كده على النار. وبعدين جبت الفرخة بتاعتي بقى الجامدة المتينة. الفراخ بقى بكام؟ الفراخ الكيلو ب65 جنيه. جبت فرخة 2 كيلو وعاملة 130. ممكن تجيبي فرختين وتطلعي الوراك لوحدها وتطلعي هنا بوريكم الراس. عندي ابني ربنا يهديه يا رب بيحب الراس، وبيبقى فيها بقى شعر وبيبقى فيها مش عارفه ايه، فانا عشان اريح دماغي بشيل كل الجلد منها خالص خالص كده، عشان مش معقول يعني هو عشان بيحب الراس احنا ناكل بقى الفراخ بشعرها، فلا طبعا، لا مش كده يعني. فايه فبشيل خالص منها الجلد خالص كده، عشان تبقى ما فيهاش اي شعر ولا اي حاجه، وابقى واثقه ان الدنيا معايا تمام والحاجه نضيفه وزي الفل. وطبعا ايه،
حطيت بقى هنا بقى الحله دي على النار وسخنت قوي، من غير ميه يا جماعه، من غير ميه يا بنات يا امارات يا مسكرات. حطيت بقى ورق لوري، البصله طبعا اللي كانت على الرخامه اللي انتوا شفتوها دي، بقيه البصله اللي انا عملت بيها الخلطه بتاعه المحشي. حطيت بقى هنا بصل، وحطيت وحطيت فلفل اسمر، وحطيت ورق لوري. وهبتدي بقى اللي انا اشوح الفراخ دي. طبعا عايزه اقول لكم بقى ان حصل خناقه على الفراخ دي. طبعا بنتي ربنا يهديها يا رب عايزاها صينيه في الفرن. انا مش عارفه والله انا بحكي لكم مشاكلي ليه. بس يلا هقول لكم، انتوا اخواتي وحبايبي. بنتي عايزاها في الفرن مشويه، وانا عايزاها مسلوقه عشان احطها على المحشي. فنعمل عايزين نرضي الطرفين، نرضي كده جميع الاطراف. انا اخد شوربتي اعمل بيها محشيه واعمل اكلي العادي، وهي في نفس الوقت تاكل الفراخ بتاعتها المشويه. طب نعمل ايه يا شيف نجلاء؟ اقول لكم نعمل. اخدت بقى الفراخ دي شوحتها كده، معلقتين صلصه عليها، من الشفشق بتاع الطماطم. انا نسيت اقول لكم بقى على حوار الطماطم ده. الطماطم دي قوطه مستويه، طبعا القوطه غاليه، دي كانت القوطه الكيلو ب10 جنيه. فجبتي على حساب المحشي، وجبتي طماطم تاني، فاخدت منها للمحشي، جبتي حوالي 3 كيلو. فاخدت حوالي كيلو ونص كده او كيلو وربع للمحشي، واخدت الباقي ضربته برضو في الخلاط، هعبيه في اكياس في الفريزر. تمام. طيب هنا بقى طبعا حطيت الفراخ على النار، والبتنجان مقوراه، والرز بتاع الخلطه سايباه يتهوى شويه عشان اعرف احشيه. طيب تلاقي حبه مواعين، اعمل حطيت حبه صابون، علبه الصابون الاول بشطفها يا جماعه، مش على صابونها كده اللي هو القديم ونحط عليه. طب ما احنا كده ما عملناش حاجه، طب ما هو اصلا مأكسد وهنحط عليه صابون تاني، يعني مش هينفع النظام ده خالص. فرحت شطفت علبه الصابون طبعا الاول، وبعدين حطيت حبه صابون وحبه خل. الخل ده ما بيخليش ايدك مسوده يا بنات، ما بيخليش فيه سواد في الايد، وفي نفس الوقت بيطهر المواعين. وحطيت له حبه ميه، والريحه بقى ما اقولكيش، والرغوه حاجه كده خيال. وكمان لو انتم من الخصوص عايزه انصحكم نصيحه واقول لكم، اللي انا بجيب صابون، شفت بقول لكم ادق التفاصيل، بجيب صابون من بتاع الصابون اللي عندي الجمعيه الشرعيه. وبعدين غسلت المواعين بقى، طبعا مش لازم اخليكم تقعدوا تتفرجوا عليها، يعني ما انتوا عارفين بقى المواعين وكده يعني. المهم بقى عشان نكمل بقيه الخناقه بتاعه البت، وان هي عايزه الفراخ المشويه. طب ارضيكي ازاي يا بنتي، ارضيكي ازاي يا بنتي؟ رحت جبت الصينيه، وجبت طبعا البصلايه ما كنتش خدتها بقى كلها، حطيتها على الفراخ، كنت سبت كمان حته منها. اخدت حبه البصله بشرتهم كده في الصينيه دي، وحطيت لها حبه ملح وحبه فلفل اسمر قدامك اهو زي ما انتوا شايفين، ورشه بابريكا كده برضو، عشان برضو الفراخ كده تطلع يعني مديه لون كده اللي هي كانت مشويه بقى يعني. ورق تين لوري، احنا برضو يعني مش هنحرمها كده من حاجه، برضو هنديها كل توابلها. ورشه جنزبيل، عايزين خلطه بقى للفراخ بقى معتبره كده. كركم، العلبة اللي زي دي اللي كان فيها الكزبرة، انا طبعا حطيت الكزبرة فهي فجت، فانا نقعتها بحبة مية كده عشان خاطر اغسلها، اللي هي كانت اول حاجة في المواعين يعني. الشفشق بتاع الطماطم، يعني اما تلاقي طماطم كده رخيصة معاكي، حطيت معلقتين صلصة، ولقيتي حبة صلصة كده، حبة طماطم كده مستوية وينفع ان احنا نطبخ بيهم، خلاص هاتيهم واسلقيهم، اغسليهم ونضفيهم واسلقيهم، واضربيهم في الخلاط وصفيهم، ولا لو مش هتصفيهم انت وراحتك طبعا، وعبيهم في اكياس في الفريزر. يبقى انت في اي وقت تفتحي تلاجتك تلاقي صلصتك، ولا تروحي تجيبي بقى الكيلو ب17 جنيه ولا ب15 جنيه ولا اي حاجه. طبعا بقى في الوقت ده يعني المفروض احنا كنا حطينا، لو في عسل عندك اسود ولا ابيض تحطي ربع معلقه كده، يعني نقطتين كده، ربع معلقه مش هيعملوا لك حاجه.
بيدوا برضو تيست حلو. فانا ما كانش عندي يعني، او اصلا ما فتحتش ولا بصيت يعني، فلقيت قدامي ايه طبعا سكر، فحطيت ايه رشة سكر. مش هيبان الطعم على فكرة خالص، ما تقلقيش منه، وبيدي نكهة جميلة جدا. الفراخ بقى بتاعتي خدت كده ايه نص سلقة كده، ورحت ايه مطلعاها حطها في الصينية وهي سخنة بقى طبعا، يعني مش قادرة اقول لكم على على السخونية، ايديا ولعت. وبعدين بتجيبي بقى الخلطة بقى دي وتروحي ايه حطها في قلب الفراخ من فوق كده ومن تحت وفي كل حتة فيها، تشربيها كده حلو، وتروحي بقى مدخلاها الفرن. بس استني شوية لما تبرد كده، احسن ايه ايدك تتلسع كده زي ما انا ما ايدي اتهرت بصراحة يعني من السخونية. وطبعا انتي لسه عروسة جديدة، فاحنا خايفين على ايديكي يا بطيتشي، مش هنضحي بيكي يعني. ماشي يا غالية، ماشي يا ست الكل يا قمراية. وبعدين ولعت الفرن وحطيتها في الفرن. عايزاكم بقى تطلعوا كده ايه يا بنات يا امارات كده، يا مسكرات، ستات بيوت كده شطار، يبقى بيتك كده مليان خير. يعني زي ما قلت لكم موضوع الصلصه ده. طب انا دلوقتي كنت نازله عامله في دماغي بقى اللي انا اجيب محشي، ولا انا اجيب مش عارفه ايه، ولا انا اجيب ايه. طيب انا ما جبتش الحاجات دي كلها ليه، واكتفيت بس بالبتنجان ليه؟ بصيت بقى على الاولويات. مش هكدب عليكم يعني انا دلوقتي عايزه شفشق خلاط، هروح اجيب لي بقى محشي كذا نوع، واروح اجيب لي مش عارفه ايه، وانا عايزه محشي. بص بقى الفراخ دخلت في الفرن وخرجت من الفرن، يا عالجمال، يا عسل الحلاوه. تسلم ايديك والله يا بنتي انا جلي. بصيت بقى على ايه، بصيت على الاولويات. بصي البابريكا بقى مخليه الرز لونه عامل ازاي بتاع المحشي. بصيت على الاولويات. ايه بقى الاولويات؟ انا دلوقتي عايزه شفشق خلاط. طب انا هعمل ايه؟ هروح اجيب الشفشق وهاجي بقى اروح اجيب كده اي اكل بقى كده هيصرف له، ولا اروح اعمل ايه؟ طبعا جبت القوطه المستويه دي. يعني لو احنا جايبين قوطه على قد المحشي بس، فهنقول ب10 جنيه طماطم مستويه، وب5 جنيه مثلا خضره. انا جايبه يعني صدقا يعني 3 حزم ب6 جنيه. وايه تاني؟ وجايبه الفراخ دي ب130 جنيه، وانا كان عندي رز. يعني الاكله دي كلفت معايا كام؟ كلفت 155 جنيه. وقلت بدل ما هجيب انواع تانية محشي، لا خلي المحاشي دي وقت تاني، واجيب الحاجة المهمة وحاجة الوقت قضت معايا الغرض. اللي انا جبت ايه؟ جبت البروتين للولاد، جبت المحشي، وفي نفس الوقت هيشربوا شوربة، واللي عايز هياخدها مشوية ياخدها مشوية، واللي طبعا كان عايز مسلوقة كان هياخد مسلوقة، بس هم ما كانوش عايزين يعني، ربكم الحق يعني. وايه، وعملنا الاكل. فالمقصد يعني بقى من الكلام ده كله ايه؟ اللي انتي تمشي بيتك على قد امكانياتك وعلى قد فلوسك وعلى قد ظروفك. ما تضغطوش على نفسكم، وما تقعدوش تشيلوا في نفسكم بقى الهم، وتقعدوا بقى تقولوا عايزين مش عارفه ايه وعايزين ايه. لا، انتي ممكن تستغني عن حاجه عشان تجيبي حاجه تانية. اه صح، عشان لما حد يسأل يعني وهيكتب لي في الكومنتات ويقول لي انت عامله محشي بتنجان اسود، احنا بنعشقه على فكره. فلو انت مش بتحبيه فانت ممكن تجيبي بتنجان ابيض عادي، ما فيش اي مشكله. ممكن تجيبي. وده الشوربه بقى، عايزه اقول لكم كمان على الشوربه دي. كده الشوربه انا اخدت للمحشي وبقى الشوربه دي. طب الشوربه دي يا بنات هنعمل فيها ايه؟ هنرميها؟ لا يا غاليه، اوعي تعملي كده، اوعي ازعل منك قوي. الشوربه دي يا روح قلبي هتعملي فيها ايه؟ هتروحي مصفياها وعامله فيها ايه ومعبياها. هي طبعا بردت، اروح مصفياها واروح معبياها في اكياس على حسب ما هي تاخد بقى، كيس او كيسين، واحطها في الفريزر. عايزه بقى يوم كده اعمل ملوخيه ولا حاجه، اروح اجيب حزمه الملوخيه ومطلعه ايه كيس الشوربه من الفريزر وعامله منه الملوخيه. او انا عايزه اعمل بقى ايه يوم تاني، اجيب مثلا كرنبايه واعملها. عندي بقى الشوربه، مش هيبقى لازم اللي انا بقى ايه اجيب فراخ. طب انا دلوقتي عايزه اجيب وراك واعملها في الفرن، هاتي وراك بقى واعمليها. مش هتتأيدي اللي انت تعمليها تسلقيها وتحطيها في الفرن زي ما انا ما عملت. ليه؟ عشان انت عندك شوربتك. فما تهدروش اي حاجه، لم النعمه فعلا عشان النعمه تلمك. يعني اي حاجه استغلوها في اي حاجه. خدتوا بالكم من النقطه دي؟ اعملي يعني ايه من الفسيخ كده شربات.
ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك تحت وكومنت يشجعني، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.